بهذا الفيديو راح نستعرض بعض المقاطع المرعبة التي صورتها كاميرات المراقبة حول العالم. نشر هذا الفيديو سنة 2022 بواسطة أوبيكس هيل. أوبيكس هيل عنده قناة ينشر بها مغامراته، ولكن بهذا الفيديو أوبيكس يتعمق بوحدة من مغامراته داخل نفق في فيرجينيا الغربية، ولكن يتفاجأ بظهور مخلوق أسطوري مرعب. I traversed more than 10 miles in a confusing and seemingly endless tunnel system hidden. I feel like now is a good time to tell you that this exploration was extremely difficult, with all the rushing water coming towards me, and the air being so foggy, moist, and dense, making it difficult to see and breathe. مخلوقين عندهم عيون متوهجة ينظرون لأوبيكس. اللي شاهدوا الفيديو انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا بأنه هذا مخلوق السكين ووكر الأسطوري، وقبل فترة نشرنا عن هذا المخلوق بأكثر من فيديو. القسم الثاني قالوا بأنه هذا هو المخلوق الأسطوري في مدينة بوينت، وهاي المدينة اشتهرت بأواخر الستينات من القرن الماضي برجل اشتهر باسم العثة، وهذا الرجل كان مجنح وعيونه حمراء اللون، وكل هالشي صار بعد انهيار جسر سيلفر واللي راح ضحيته 46 شخص. وهاي الأحداث صارت أساس لكتاب جون كيل، وألف كتاب اسمه رجل العثة، وبعدين تحول فيلم سنة 2022 ورسخ بكتابه بأنه رجل العثة هو أسطورة غامضة مرتبطة بالكوارث. قبل شهر نشر هذا المقطع على موقع دايل ميرر. الفيديو أثار ضجة كبيرة بين الناس. شخص غامض يلبس قناع لونه أحمر على شكل غزال. الفيديو بمنطقة كارلتون بدالاس بمدينة تكساس. A bizarre man wearing a devil mask was caught on a Ring doorbell camera knocking on a woman's door, leaving her terrified to step outside her house. She told CBS News, I'm scared to leave my house, I'm scared to be at home. Police have stepped up patrols in the area. شخصية مقنعة تختبئ خلف قناع بمدينة تكساس يسمونه قناع الشيطان، وهذا الزي هو زي تاريخي مرتبط بفرسان الكنيسة. صاحبة البيت تقول كان يطرق الجرس والباب بقوة وما استطعت الخروج من المنزل. صاحبة المنزل اتصلت على الشرطة، والشرطة طوق المكان ولكن ما لقوا له أي أثر. الغريب هو المكتوب على الورقة اللي بيده، والمكتوب هو رؤية يوحنا، وهو مقطع من الكتاب المقدس يشير إلى يوم القيامة. في 22 نوفمبر سنة 2021 نشر إيكوف فيديو بعنوان أنا لست ميتا، عمري اليوم 57 سنة. الفيديو غريب نوعا ما. إيكوف قرر يحتفل بعيد ميلاده ال57 بوحده بوسط الغابة، وأظهر الفيديو لقطات وهو يحتفل على طريقته الخاصة. تعالوا نشوف الفيديو بعدين نشوف شنو اللي صار معاه. С днем рождения! إيكوف احتفل بكل الطرق اللي تناسبه، ولكن بعد 5 أيام من الاحتفال مالته توفي إيكوف، والسبب هو سقوطه من خلال الجليد أثناء التصوير. شافه أحد المارين واتصل على الطوارئ وطلعوه، لكن كانت حالته حرجة وتوفي بعد 5 أيام. وأكدت زوجة إيكوف على حسابها على منصة الفيسبوك، وقالت إيكوف خرج للتزلج وكان سعيد لأنه قد شفي من سرطان المستقيم.
مستخدمة تيك توك اسمها ليكي شاركت بعض الفيديوهات على حسابها الشخصي، وقالت هاي الأحداث الغريبة والمرعبة صارت معي بالمنزل. بالمقطع الأول تقول سمعت صوت نباح كلبي خارج المنزل، بعد ما سمعت أصوات غريبة بمنتصف الليل والكلب لم يتوقف عن النباح، وخرجت حتى أتحقق من الأمر. الساعة 4 صباحا خرجت ورأيت هذا الشيء الغريب. المقطع الثاني كان صدمة للبنت وللمشاهدين. الأصوات كانت قادمة من المخزن بالمنزل. كاميرا ليكي التقطت شيء مرعب. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. بداية الدرج من الأسفل إذا تركز عبالك أكو إيد وعيون تلمع. طبعا ليكي من شافتهم تفاجأت وركضت حتى تتحقق من الوضع، ولما نزلت تحت ما شافت غير الكلب والبزونة. هذا الفيديو أثار ضجة إعلامية كبيرة وكثير نظريات، وأهم النظريات كانت جن أو كيان شيطاني يسكن بالمنزل، والنظرية الثانية اللي كانت هي الأقرب، إما الكلب أو البزونة واحد منهم عبارة عن جن، والمعروف عن الجن يقدر يتشكل بهاي المخلوقات، وخاصة إذا كان المخلوق لونه أسود. مستخدم تيك توك اسمه أكسل يعبر عن انزعاجه من ارتباطه بروح شريرة عندنا يسمونها مس. يقول أحس دائما بأنه أكو شيء أو كيان غريب يلاحقني، دائما تصير معاي أشياء ما لها تفسير سواء كانت بالمنزل أو بالأماكن العامة. تعالوا نشوف بعض من الفيديوهات اللي نشرها أكسل. Esto me está asustando cada vez más. Se está prendiendo. Es lo que me temía. Dormir. Ni vean, aquí está, pero cuando yo trato de abrir. Ni vean, aquí está, pero cuando yo trato. No hay absolutamente nada. Y no son raros. Vean de este lado. Pues aquí. No hay nada, vean. Acá. Tampoco. Vean. Acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, hoy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No hay nada, ¿ve? Acá. Tampoco, vean. Aquí tampoco hay nada. أكسل يدخل غرفة نوم أخوانه الأصغر منه ويشوف الخوف بعيونهم ونظراتهم على الخزانة. على جام الخزانة أكو وجه ظل. يروح أكسل حتى يتحقق من وجود شيء داخل الخزانة. يفتح الخزانة ولكن ما يلقى أي شيء بداخلها. الفيديو ثاني يتعرض أكسل لموقف أكثر رعبا. أثناء استخدام أكسل للحمام بالجامعة يصير معاه شيء غريب ما له تفسير. يسمع أصوات طرق داخل الحمامات. أكسل يبحث بالحمامات ولكن ما يلقى أي أحد، كلها فارغة. ولكن حدث شيء غريب لأكسل. من الصعب تشوف المقطع بصورة صحيحة، لكن إذا أعدنا تشغيل الفيديو بشكل بطيء راح نشوف كيان يراقب أكسل من فتحة الباب. أكسل يفتح باب الحمام مباشرة لكن لا يوجد أحد. المقاطع اللي نشرها أكسل خلت المشاهدين بحيرة، وأغلب تعليقات الناس كانت ينصحونه يروح مركز ديني حتى يخلصه من هذا الكيان المرتبط به. في الفيديو القادم راح نضيف فقرة صورة من العالم الآخر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى توصلكم بقية المقاطع.